امتى اخر مرة قررت ان انت تعمل حاجة جديدة ودخلت بقوتك 100% وبعدها بوقت قليل اسبوع ولا التاني رجعت لنقطة الصفر تاني؟ قررت ان انت تتعلم حاجة جديدة، قررت ان انت تعمل دايت، حتى قررت ان انت تبدأ مشروع جديد وتحمست قوي في الاول، اسبوعين ضاغط نفسك شغل وتفكير ليل نهار، مرة واحدة ترجع لنقطة الصفر. بتحصل كتير قوي الحكاية دي، وحصلت مع كل واحد فينا اكيد. والسر هنا في حاجة صغيرة، هو ان احنا دايما اوقات بنبقى شايفين ان احنا هننط نطة كبيرة قوي في شغلنا مثلا. هو السر في النطة الكبيرة دي اللي احنا كلنا بنبقى متوقعينها ومستنيينها. انت مستني ان يحصل لك قفزة كبيرة بقى في شغلك فهتنقلك نقلة تانية. قررت ان انت هتعمل مشروع، دخلت فيه بطاقتك كلها، شايف ان انت هتتنقل نقلة تانية وما بيحصلش، فبترجع تاني لنقطة الصفر. قررت ان انت تمارس رياضة معينة، دخلت بكل طاقتك، قعدت اسبوعين ما لقيتش نتيجة ولقيت الموضوع مش زي ما انت عايز، فرجعت تاني لنقطة الصفر. الفكرة كلها ان انت تبقى شايف قمة الجبل وعايز تطلع مرة واحدة. كل الناس العباقرة والناس اللي نجحت في حياتها اعتمدت على كونسبت بسيط جدا، وهي العادات البسيطة اليومية المتكررة. على سبيل المثال مثلا لو واحد بيمارس رياضة قرر انه هو كل يوم هيحسن نفسه بنسبة 1% على مدار سنة، تقريبا مستواه هيتحسن 37 ضعف آخر السنة، لأن هو قرر إن هو يحسن نفسه 1% بس على مدار السنة. ما بصش إن هو هيطلع 50% مرة واحدة أو 100% في خلال أسبوعين، لا. عادة النجاح بيجي بشكل تراكمي. فكرة القفزات اللي بتحصل دي ممكن بيحصل لنا قفزات في حياتنا، بس دي بتيجي مع الوقت وقدام، ما بيجيش في الأول خالص. سر النجاح دايما في العادات البسيطة الصحية المتكررة.